في اطار الاستعدادات التي تقوم بها ولايه امن تطوان لاجل تامين احتفالات نهايه راس السنه، وكذلك تفعيلا للخطه الامنيه المسبقه التي تم تفعيلها على ارض الواقع ميدانيا، اتخذت ولايه امن تطوان مجموعه من التدابير والاجراءات الامنيه بالمناسبه، وذلك للحفاظ على النظام العام والامن العام بالمدينه وبالمدن التابعه لولايه امن تطوان. إذا بالنسبة لولاية أمن تطوان كما قلنا اتخذت مجموعة من التدابير لتأمين مجموعة من النقاط الحساسة، كذلك مجموعة من التأمين كذلك دور العبادة، كذلك تأمين المنشآت السكنية، كذلك المحاور الطرقية، كذلك تكمين المساحات التجارية الكبرى. كل هذه الأمور تصب دائما في تأمين والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين، كذلك الحفاظ على ممتلكاتهم. إذا بالنسبة لهذا التواجد الأمني الغرض منه هو تفعيل الدور الأمني، وكذلك جعله ظاهرا بجميع المحاور ديال المدينة، كذلك اللي كنقولوا على مدينة تطوان يمكن نسبوه جميع المدن التابعة لولاية أمن تطوان، حيث التعليمات المديرية يتم تنفيذها على أرض الواقع، كذلك التعليمات القيادية يتم الأخذ بها في عين المكان. وبالنسبة لهذه التعليمات كذلك الإجراءات الأمنية تم اتخاذها مسبقا، يعني منذ أسبوع على أرض الواقع إلى غاية اليوم. إذا بالنسبة للإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها، كذلك نذكر على سبيل المثال تعزيز السدود القضائية، إذا مضاعفة الحصيص العامل بها بعين المكان، وكذلك تكليف ضباط أكفاء من أجل المراقبة، كذلك تمثيل المديرية العامة الوطني أحسن تمثيل بالنسبة للدور ديال المراقبة، كذلك محاربة الجريمة. كذلك بالنسبة للفرق ديال السير والجولان تم تمتيعها وكذلك وتنصيب جميع العناصر الأمنية بها على مستوى الطرق والمحاور الرئيسية، كذلك تنصيب جميع الموارد اللوجستيكية والبشرية المعمول بها لدى ولاية أمن تطوان، وذلك لتأمين جميع المراكز كما قلنا وجميع المحاور بالمدينة. كذلك الدور ديال الأساسي هو زجر المخالفات التي يقوم بها مستعمل الطريق بأبرز المحاور الطرقية التي تعرف حوادث السير، نقط كما نقول النقط السوداء. كذلك تم الاستعانة بالفرق التقنية، كذلك وتنصيبها بالصدود القضائية من أجل محاربة كذلك ومضاعفة المراقبة للتصدي لمجموعة من السلوكيات الإجرامية. كذلك تم تعيين مجموعة من الدوريات الراكبة والراجلة من أجل توسيع نطاق الإجراءات الأمنية، كذلك للحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين. وشكرا. يوصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست، ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب، وخليوا الآراء ديالكم في التعليقات.